عشاق لي بات يجيو يقابلوني هنا ويديروا هذه الوصفه هذه اللي راهي بنتها وحدها. عذرا على الصوت راني مقريبيه البنات. آه شوف الوصفه هذه راهي تجي بنينه ومشخشخه بالفرماج، تجي روعه روعه روعه. جربوها واكيد رايحين يعني تنبهروا بالمذاق تاعها وبالبنه تاعها، خاصة عشاق العجائن لي بات رايحة تعجبهم بزاف. والولاد رايحين يعني كل يوم يقول لكم ديروا لنا هذه الوصفة، سهلة ماهلة، مكوناتها بسيطة، طريقة تحضيرها سهلة، الله يبارك تحبل. جربوها ورايحين أكيد يعني تشكروني على هذه الوصفة هذه. قبل ما نبداو طبعا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقولوا بسم الله ورايحين نبداو طريقة التحضير. دوك نشوفوا المواد اللي رايحين نحضروها، مواد بسيطة يعني موجودة في كل بيت، ما عليك غير تبعي الطريقة هذه، خاصة الأخوات المبتدئات اللي مزات يعني ما تعرفش تدير لي بات هذو وتحضرهم. تبعي هذه الوصفة راح تنجح لك وتنبهري بها. وشوفي كي ذوقوه كل يقولك نعطينا الوصفة هذه هي تعودي متميزة في العائلة. واش درنا حبة بصلة البنات. مكونات عندنا حبة بصلة، عندنا طرف تاع سكالوب مش كبير حوالي ربع، عندنا زوج سنة ثوم. وتبعوا معايا راح نشوفوا المقادير. عندنا هنايا كيس تاع لي بات المقارونه اللي تحبوها او كيما نقولوا حنا تفضلوها. عندنا شويه زنجبيل، ملح، فلفل كحل، توابل دجاج، وعندنا كركم. هذو هما المواد اللي رايحين نستعملوهم. شوفوا هنايا قبل ما نبداو نحضروا الوصفه نجيبوا هنايا الماء، نحطوا يعني طنجره فيها الماء يغلي، يكون يعني غالي، ونديروا فيه هذيك الكيس تاع لي بات تغلي ثاني حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه، ونحيوها. مش رايحين نزيدو نطيبوها كي طيب هذيك 10 دقائق ولا ربع ساعه خلاص مش رايحين نزيدو نطيبوها. قبل ما نشرعوا في الوصفه ديروا جمل بنات رجاء وفضلا، وليس امر، رجاء والله العظيم راني نترجى فيكم باش ديروا هذاك الجامل مليح كيما نتوما، باش على الاقل هذه الوصفه هذه راح يشوفوها اكبر عدد من الاخوات الكريمات. نحكموا هذيك حبه تاع البصله تكون يعني متوسطه مايله يعني للصغير، الحجم الصغير، نقطعوها مكعبات صغيره كيما راكم تشوفوها. باش يعني بعدا كي تذوب لنا ما تبقاش هكذا الحجم تاعها كبير. كاين بزاف ما يحبوش البصله تكون يعني في الاكل. انا ما نشتيش نرابيها كي نديرها فيه لي بات هذو ولا لي قراتا، ما نشتيش نرابيها، نشتي نقطعها هكذا، نقطعوها مكعبات صغيره. ونحكموا هذاك ربع صدر دجاج رايحين ثاني نقطعوه طويل، نقطعوه جوانح، فهمتوا، نقطعوه جوانح طويله، لان المقارونه هذه راح نديروها راهي طويله ثاني مش صغيره. نقطعوها كامل يعني الكميه كامل كيما راكم تشوفوا. يعني بدلت الموس، الاخر ما قطع ليش مليح، بدلت الموس وقطعتهم هكذا كميه تاع الصدر كامل، قطعتها هكذا طويله وتكون يعني رقيقه باش طيب معنا. مش راح نديروها يعني مرق ولا راح تطيب غير على كيما نقولوا كميه تاع زيت برك ولا صوص تاع البصله اللي تطلقها. هذا مكان انا جبت زوج سنات ثوم ثاني نرابيهم. شوفوا هنايا الثوم في لي بات راهو يجي روعه، يطلق واحد البنه هايله. درت هنا زوج سنات تاع ثوم وكبار شويه مش صغار. انا قلت لكم من عشاق الثوم، نحبوا نديروا في كيما نقولوا احنا الاطباق تاعي كامل، وفي السلطه ندير ونكثر ويعجبني. اصلا تعرفوا باللي راهو مضاد حيوي يعني بامتياز ومليح بزاف، يعني الترميم الجراح والاخر يسمى لازم نديروه في اطباقنا. انا جبت مقله تكون القاعده تاعها شويه ثقيله، ونحط هنا حوالي 2 ملاعق ولا 3 تاع زيت. نفرغ هذيك البصله والثوم مع بعضهما باش يبديوني يعطيونا الثوم كي يتقلى في زيت وتكون النار يعني قليله، يمد واحد الطعم هايل وما يتحرقش، ما تخليوش يتحرق. بعد هكذا نبقى نحرك حتى تذوب معايا ديك البصله. النار قلت لكم راهي قليله، ما تكونش نار يعني عاليه بزاف، باش يعني يطيبوا كما يقولها على نار هادئه. هكذا كما راكم تشوفوا نحرك مليح. بعد راح نضيف لهم الدجاج هذاك اللي مقطع جوانح طويله،
باش حتى كيما نقولوا حنا يدي حقهم من الطياب. قلت لكم مش رايحين نديروا فيه لاصوص اطلاقا، يعني لازم يطيب لنا هنايا في هذه التقليه هذه، فهمتوني؟ الدجاج قد ما تقليوه راح يعطيكم هذيك البنه الرائعه، يجي محمر، فهمتوا؟ يجي محمر. وعذرا على الصوت يا اخواتي الكريمات، راني مقريبيه، وربي يجيب بشفاء للجميع ان شاء الله. اللحق قلت لكم هذا الدجاج هذا كما راكم تشوفوا، الكميه راني ما درتش بزاف، يعني غير باش نبنن برك المقارونه تاعي البنات. هكذا نحرك، نبقى دائما نحرك وديروا جيم. هاني كيما نقولوا نبهتكم اخواتي الكريمات، ديروا جيم رجاء 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 للاقل باش توصل هذه الوصفه الى اكبر عدد ممكن من الاخوات، وفي نفس الوقت باش القناه تاعي تطلع البنات رجاء. يعني والله العظيم غير راني نتعب ونحضر لكم وصفات، يعني ماشي راني نتمزع عليكم ولا راني نمن عليكم، بصح التفاعل اللي راكم تشوفوا التفاعل يعني نورمالمون راهي اكثر من هكذا. يعني على باليش انا السبب اللي خلى قناتي مش طالعه والتفاعل قليل بارابور للجهد اللي راني نبذل فيه. نجيبو هنا بعد الدجاج هذاك ما يكون يعني يتبل مليح وتحمر على الجوانب كامل، نزيدو قلت لكم فلفل كحل، شويه تاع ملح، شويه تاع كركم وتوابل الدجاج وشويه تاع زنجبيل. هادو هما المكونات اللي درتهم. ومن بعد شوفي اللي عندها المعدنوس من الاحسن دير معدنوس، تقطعوا رقيق وتحطوه هنا في هذه المرحله. انا درت دبشه، اكيد راح تمد نفس الطعم يعني، المهم راح تزيد لنا في الطعم. اللي عندها المعدنوس ثاني دير المعدنوس، راح هي ثاني يزيد لها هذيك البنه تاعو النكهه تاعو المليحه. نبقاو نخلطوا البنات على نار كما راكم تشوفوا فيها، راهي نار يعني ضعيفه باش ما يتحرقوش معنا هذوك المكونات. والدجاج لازم يطيب، لكم الدجاج تاعكم لازم يطيب، وفي نفس الوقت البصله راهي تتكرمل باش تعطينا هذاك اللون والمذاق الجميل، المذاق اللذيذ مش الجميل هكذا. ومن بعد رايحين نوجدوا لكم يعني بعد ما يطيبوا هذه المكونات والبصله هذيك تذبل خلاص، يعني الكوت تاعها انا شكون يحب البصله تكرمل انا نموت عليها. هنا رايحين نديروا لاصوص بيشاميل. نجيبوا ملعقه كبيره نتاع مارغرين ولا زبده اللي عندكم، نحطوها تذوب مليح. ومن بعد رايحين نديروا حوالي ملعقه ونص تاع فرينه، ملاعق تاع اكل يعني، ونخليوها تتقلى مليح هذيك الفرينه في الزبده باش تجينا لاصوص بيشاميل تاعنا تجي بنينه. ماشي مع تحطوا الفرينه تكبوا الحليب، خليو هذيك الفرينه تتقلى مليح مع الزبده، تدي واحد النكهه هايله. حوالي هكذاك واحد 3 دقائق ولا حتى نشوفوا اللون تاعها شويه بدا كما يقولوا الميل للدوري. اديروا لها نزيدوا لها شويه تاع ملح وشويه تاع حليب. انا في البدايه ندير شويه كميه صغيره تاع حليب ونخلط حتى تذوب لي هذيك الفرينه. ومن بعد راح نضيف لها باقي الكميه تاع الحليب، وندير شويه فلفل كحل البنات. هذا مكان اللي عندها جوز الطيب الدير، اللي ما عندهاش ماشي يعني لازمه، برك تعطينا هذيك النكهه تاع الريحه هذيك المليحه تاعها، الريحه الطيبه تاعها. واللي ما عندهاش يعني مش داعي، انا ما كانتش متوفره عندي ما درتش. المهم في الاخير جاء طبق بنين بنين بنين. هذا الكريمه هذه كيما نقولوا احنا لاصوص كريميه تهبل، جات بنينه الله يبارك، وكانها الكريمه السائله. اللي ما عندهاش الكريمه السائله ماشي شرط دير غير هذه الوصفه اللي درت انا، وتتحصل على مقارونه بنينه 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 لواحد الدرجه، يعني تخليكم ما تنساوش الطعم تاعها. خلاص النار كما راكم تشوفوا هاي قليله، نحرك حتى نتحصل على القوام الكريمي. وهنا الحاجه اللي راح نضيفها، نضيفوا هذاك الجبن المبشور، رايح يزيد لها بنه تجي روعه وكانها كريمه سائله البنات. والله العظيم غير جات روعه. نجيبوا هذيك كما نقولوا الدجاج تاعنا ولا صوص تاعنا هذيك، نفرغوا عليها هذا الكريمه هذه، واللي عندها الاخر لي شامبينيون ترافق لي شامبينيون في هذا الوصفه ثاني تجي هايله. واللي ما عندهاش والله العظيم غير نورمال وتجي هايله. بعد هذيك المقارونه بعد ما قطرتها من الماء ضفتها هنايا لاصوص هذيك، وشوفوا واش جات كريميه تهبل. والله العظيم البنات تاكلوها وعينيكم غامضين، تجي واحد البنه رائعه. تعجبكم انتم وتعجبوا وليداتكم وتعجب ضيافكم. ابهري ضيافك ولا افراد العائله بهذه الوصفه، راهي تهبل بنينه رائعه رائعه رائعه. وشوفوا يعني كيما نقولوا الصوره راهي توضح. شكرا لكل الاخوات على تعليقاتكم الجيده والمحفزه، وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.